السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا دايما بخير. واحد طلب مني من حبايبنا المتابعين سهم ايكون. فلما بصيت على السهم ده يعني ايه، بحاول كده افهم هو بيعمل ايه. فانا ايه، هحاول ارقم السهم ده. يعني تقريبا كده ان دي واحد هنا جت ايه، جت صغيرة شوية. دي اتنين، تمام. دي تلاتة، بعد كده أربعة. تلاتة جت هنا يعني لحد هنا اهو، والتصحيح بتاعها كان من نوع الفلات. وبعد كده هيبقى دي خمسة، تمام. بقى نلاحظ هنا ان واحد يعني جت موجة بسيطة صغيرة، فشوف كده جت لنا خمسة، واحدة كبيرة، موجة كبيرة، تمام. يعني دي أول ملاحظة. فلما ننزل بقى على خمسة، هل خمسة كده خلصت؟ يعني هل خمسة خلصت؟ فهننزل نرقم رقم خمسة. ودي هتبقى برضو خلي بالك يعني ايه، آخر صعود. هتبقى الخمسة من الخمسة، وبعد آخر صعود ده تحاول بقى ايه، تخرج من السهم. فهنشوف بقى رقم خمسة اللي هي آخر واحدة معانا، تمام. فخمسة جت معانا كبيرة شوية. هنا واحد، هنا اتنين، هنا تلاتة، هنا أربعة. فالسهم ده حبيبنا خلي بالك هو ايه، عنده صعود تاني، تمام. وده هيبقى آخر صعود. يعني انت هتحاول ترسم زي ما انا راسم كده الشكل ده اهو. هتعمل ايه تقريبا ترند كده من القمة دي للقمة دي. فالسهم غالبا هيجيلك يلمس الترند الصاعد ده اهو. اول ما يجيلك عند حسب اليوم اللي هيجي فيه عند الترند الصاعد ده، خلاص تخرج منه، متفكرش فيه تاني. ان دي كمان يعني نوع اللي هو الشكل ده. الموجة دي اسمها ending ديجلو، اللي هي ايه، تحصل كده معانا وبيحصل تداخل بين القاع بتاع رقم أربعة مع القمة بتاعة رقم خمسة. فالشكل ده اللي هو شكل خطير أصلا، ده بيبقى آخر مرحلة في الصعود، تمام. فالسهم ده لسه عنده صعود تاني، وتحاول تخرج منه أول ما يتلامس معاك مع الترند ده. ده الشكل اللي هو بتاع موجة كده اسمها ايه، اندنج ديجلو. دي آخر موجة صعود، اللي هو حتى في التحليل الكلاسيكي بيقول لك وتد صاعد. فاللي هو بتاع التحليل الكلاسيكي طبعا بيستنى ايه، يعني هو يكسر الترند ده بتاع الوتد ومش عارف ايه. لكن انا بقول لك ان هو ده هيبقى اخر صعود فيه. فدي انت بس مجرد ما يجيلك معاك عند الترند هنا الصاعد، تبدأ خلاص تخرج منه. وايه، ما تفكرش بعد كده في السهم ده، ان بعد كده هيدخل تصحيح بقى، هيصحح بقى ايه، هيصحح كل الصعود اللي هو عمله. يعني على الاسبوعي مثلا نرجع له على الاسبوعي، فالسهم ده هتلاقي ان هو ايه، خلاص آه اخر صعود فيه. هيبقى خلص هو كده 5 موجات كبار، وهيبدأ يصحح من الاول. هيبدأ لسه تصحيح كبير. يعني كده بقى خلصنا اهو كده، تمام كده اهو. فالسهم ده بعد ما يخلص مرحلة الصعود يتجاوز القمة دي، زي ما قلت لك كده عند حد الترند ده اللي احنا راسمينه، تبدأ خلاص تبيعه. ان بعد كده يعني ايه، هيجيلك يزور القاعدة تاني اهو، اللي عند 14. فيما بعد السهم ده هينزل عند القاعدة تاني. ده سهم ايكون. اتمنى كده اكون افدتك يعني ان شاء الله. فالسهم ده لسه عنده صوت تاني للاماكن اللي احنا قلناها من شوية. وشكرا.